السلام عليكم متابعين قناة زوم 14 في الدوريات الأوروبية. وبعد انتهاء الذهاب من دوري أبطال أوروبا في هذا الأسبوع، هناك الكثير من المباريات القوية التي حصلت في الدوريات الأوروبية. ولكن قبل البداية اشترك في القناة فعل زر التنبيهات حتى يصلك كل فيديو هناك، وتابع معي في فيسبوك وتيك توك. وهيا بنا نبدأ. البداية ستكون مع الدوري الإنجليزي والمباريات التي حدثت في إنجلترا. أولها في الدوري الإنجليزي، وأنه لا شيء يذكر في الصدارة ولا شيء جديد بانتصار الفريقين أرسنال على فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، وأيضا انتصار مانشستر سيتي ب4 أهداف مقابل 1 على بورموث. مباراة بورموث شهدت مشاركة المهاجم الأرجنتيني لوين ألفريدو تسجيل الهدفين بعد إن كان جليس الدكة في كثير من المباريات. أما أرتيتا فاعتمد على شكل جديد ب3 مهاجمين رأسهم مارتينيلي، واستطاع مارتينيلي أن يسجل ويكسب الرهان. أما بالنسبة للمباراة الأخرى، فليفربول يواصل التعثر بعد الهزيمة القاسية من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. عاد ليفربول وتعادل سلبيا مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. أما توتنهام وفي قمة الدوري الإنجليزي لهذه الجولة انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهم هدف رائع من أوليفر سكيب، وأيضا الهدف الثاني عن طريق هاري كين. تشيلسي يحتاج إلى إعادة هيكلة للمنظومة مرة أخرى، وحدث ذلك بالتعاقد مع صفقات، ولكن الفريق ينقصه المدرب، وجراهام بوتر يأخذ الفرص من تود بويلي رئيس النادي الجديد. وما زالت الفرصة متاحة أمام جراهام بوتر في مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا، ولكن سيصبر عليه تود بويلي. ومع كثرة الشائعات عن التفكير في رحيله سنرى في الأيام القادمة. أما في الدوري الإنجليزي أيضا أو بعيدا عن الدوري الإنجليزي، ففاز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء على نيوكاسل في نهائي كأس الكاراباو، وتوج بأول بطولة منذ عام 2017. مباراة قوية قدمها اليونايتد، وسجل الهدفين كازيميرو وماركوس راشفورد بخطأ دفاعي من المدافع بوتمان. الكأس الغالية رفعها اليونايتد، وحصل أخيرا على الألقاب مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي يقدم موسما ممتازا مع الفريق من بعد كأس العالم وتحقيق سلاسل من الانتصارات المميزة. وأظنه يمكننا أن نقول أن اليونايتد ينافس على لقب الدوري من بعيد، ويصول ويجول بدون ملاحظة أي شخص، ولكن الثابت على مستوى اليونايتد سيكون له عامل الحسم، خصوصا مع تأهله إلى دور 16 من الدوري الأوروبي. أما في إسبانيا فتعثر ريال مدريد وبرشلونة تسهيل الموقف. تعادل أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالنسبة للريال بعد إن كان متأخرا بهدف نظيف، وعاد في آخر الدقائق يتعادل في المباراة. وأظن أن هذه المباراة كان ممكن أن تنتهي لمصلحة أتلتيكو مدريد الذي كان متفوقا في مجمل المباراة. أما برشلونة فكان لديه مباراة وفرصة لكي يزيد الفارق، ولكنه خسرها أمام ألميريا خارج أرضه بهدف نظيف في أول دقائق المباراة. برشلونة أيضا يعاني من الإرهاق في كثير من المباريات، وقد لعب كثير من المباريات هذا الشهر، وسوف يختم أو سيبدأ مرحلة جديدة، وهي مباراة الكلاسيكو التي ستكون بين بارسا والريال في ذهاب نصف نهائي كأس الملك. أما بالنسبة لإيطاليا فنابولي ما زال متسيدا للموقف هناك بصدارة بالفوز على إمبولي، وأيضا ميلان بفوزه على أتلانتا لملاحقة الصدارة. أما إنتر ميلان فأيضا إنتر ميلان لم يستطع الانتصار على بولونيا، وأظن أن نابولي يقترب شيئا فشيئا من اللقب. أما في ألمانيا فبايرن ميونخ في مواجهة القمة فاز على أونيون برلين ب3 أهداف نظيفة كلها في الشوط الأول، أنهى على أحلام فريق الطامح الذي يقدم دوري ممتاز هذا الموسم، ولكنه خرج خاسرا أمام بايرن ميونخ. أما باريس سان جيرمان وفي كلاسيكو فرنسا ففاز أيضا ب3 أهداف نظيفة على أولمبيك مارسيل بتألق مبابي وميسي في الصناعة والتسجيل، وأظنهم يقدمون أداء ممتازا بعد كثير من الفترات الغير جيدة. هذا كان ملخص هذا الأسبوع. فاشترك في القناة وفعل زر التنبيهات حتى يصلك كل ما كنت من فيسبوك، وإن شاء الله في القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.